يوم جديد وحلقة جديدة. صباح الخير على كل أصحابنا أصحاب شقاوة شطار. النهاردة يوم جميل وزي ما احنا شايفين الجو كمان جميل جدا، وبنحتفل مع بعض بعيد شم النسيم أنا وأصحابي. أنا معايا النهاردة سارة، ومعايا كمان لوجي، ومعايا نورة، ومعايا جمانة. هنلعب مع بعض وهنقضي يوم جميل جدا جدا مع كل أصحابنا. وطبعا في بدايه الحلقه افكركم بالجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار، اللي تقدروا تتابعوا عليه كمان حلقاتنا بعد اذاعتها. اقول لهم الاول صباح الخير قبل ما نبدا بقى نلعب ونعمل كل حاجه النهارده في يومنا. اقول لهم الاول صباح الخير. صباح الخير يا نوره. صباح النور. ازيك يا لوجي؟ الحمد لله. هنعمل ايه النهارده في شم النسيم؟ بنلون بيض وبنقعد نلعب وكده. نلون بيض ونقعد نلعب ونعمل ايه كمان؟ نلون. بتعملي ايه في شم النسيم؟ انا احب الون بيض. بتلوني بيض ونلعب طبعا. اه. طيب تعالوا نشوف لوجي وساره. لوجي تحبي تعملي ايه في شم النسيم يا لوجي؟ بحب اروح بقى البسين واقعد يعني نلعب بقى ونتنطط ونعمل ايه كمان؟ واروح بقى يعني اقعد اتمشى في الشمس. قضي يوم جميل قوي. وانتي يا ساره بتعملي ايه؟ بلعب في النطاطات وبروح البحر وبركب مركب وبلعب في البسين. تفتكروا احنا هنلعب ايه النهارده؟ تفتكروا هنلعب ايه؟ بالنطاطات. هنلعب ايه كمان؟ كلايمينج. العاب حلوه. هنلعب العاب حلوه النهارده. انتوا مستعدين ومتشوقين كده نشوف الالعاب بتاعتنا النهارده ايه؟ طب يلا بينا نبدا النهارده يومنا ونبدا نلعب مع بعض ونحتفل مع بعض بشم النسيم ونتكلم اكتر كمان عليه. لكن هنروح مع بعض دلوقتي نبدا لعبنا. يلا بينا يلا بينا. واحنا معاكم النهارده بنحتفل بعيد شم النسيم. تعالوا نتكلم مع بعض اكتر قبل ما نبدا نلعب اول لعبه معانا عن عيد شم النسيم، واسال كده اصحابي عندهم معلومه امتى بدا عيد شم النسيم. عارفين امتى بدا عيد شم النسيم؟ حد عارف؟ من زمان قوي قوي. من امتى؟ من ايام مين كده؟ من ايام مين تفتكروا؟ ها؟ قدماء المصريين هم اول ما احتفلوا بعيد شم النسيم. كانوا بيحتفلوا طبعا بعيد. انتوا عارفين طب احنا ليه بنحتفل بشم النسيم؟ عشان بيبقى في ايه؟ صيف. لا قبل الصيف في فصل تاني اسمه ايه؟ قبل الصيف الفصل الجميل اللي بيبقى فيه ورد وبيبقى الجو جميل. برافو عليكم، الربيع. شاطرين. القدماء المصريين كانوا بيحتفلوا بالربيع وكمان بموسم حصاد الزراعه بتاعتهم. وكانوا في حاجات معينه بيعملوها في العيد ده. تفتكروا كانوا بيعملوا ايه في العيد ده، في عيد شم النسيم زمان قوي قوي؟ كانوا بيقعدوا يعملوا حاجات. البيض الملون. صح. وكانوا بياكلوا زي ما بنشوف ده طبعا مظاهر دلوقتي. كانوا بياكلوا الاسماك المملحه، وكانوا بياكلوا الخس والملانه والحاجات دي كلها زي شبه الاحتفال دلوقتي. كمان كانوا بيحتفلوا طبعا ويخرجوا في الاماكن المفتوحه زي ما احنا عاملين كده النهارده وبنلعب مع بعض. كانوا طبعا بيحتفلوا بقدوم الربيع. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نبدا اول لعبه معانا ونشوف هيعملوا ايه. هي اللعبه دي عباره عن ايه؟ في واحد بيقف هنا وواحد بيقف هناك وبنقعد نزق الكرة لبعض، واللي يقع بيكون خسران. اللي يقع يبقى خسران. طب اما اشوف بقى مين هيبتدي. طب اعملوا فريقين. طب يلا مين فريق هيبدا؟ يلا هم الاول وانتوا التاني ونشوف بقى مين هيعمل.
دلوقتي هنلعب مع بعض تاني لعبه، تعالوا نشوف بقى لعبه جميله ولا ايه. هي اخبار اللعبه دي ايه؟ حلوة قوي. حلوه. مين بيحب اكتر لعبه بتحبيها ايه يا لولو؟ حاجات كتير. كل اللعب، كل الالعاب. وانت يا جوج؟ انا برضو كده اللعب النطاطات. كل اللعب النطاطات. وانت يا لولو؟ انا بحب النطاطات اللي هما بيبقى فيهم ميه وكده. انت يا ساره اكتر لعبه بتحبيها ايه؟ الكلايمينج. الكلايمنج. طب تعالوا نشوف اللعبه اللي هيلعبوها دلوقتي دي هيعملوا فيها ايه. يلا نبتدي. يلا 1 2 3 يلا. بنحتفل النهارده وبنستمتع مع بعض بعيد شم النسيم وبنلعب العاب جميله جدا جدا. مستمتعين ولا لا؟ مبسوطين بالالعاب دي؟ طبعا اجمل الالعاب بتبقى فيها منافسه وبيبقى فيها مغامره شويه، لكن طبعا لازم ناخد بالنا دايما واحنا بنلعب ان احنا نلعب بالراحه عشان ما نوقعش ولا نتعور. صح؟ مستمتعه ولا لا؟ مستمتعة. بتحبوا اللعبه اللي فيها منافسه ولا بتحبوا تلعبوا كده العاب كل واحد لوحده؟ المنافسة ساعات يعني. منافسه عشان نشوف مين هيكسب ومين هيخسر. نتحدى بعض كده صح؟ بالراحه من غير ما نقع ولا نعمل حاجه غلط. طب يلا دلوقتي نبتدي اللعبه دي. انتوا تعرفوا هتلعبوها ازاي؟ تلعبوها ازاي؟ قولوا لي. يا سيدي احنا هنقف على واحد هيقف هنا، واحد هيقف هنا، واحد يمسك واحدة من دي، واحد يمسك واحدة من دي، ونقعد نضرب بعض كده بيها. نضرب بعض بيها واللي يكسب بيعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي يكسب يعني لو يعني حد ضرب التاني وهو واقع يكون خسر. طيب ماشي يلا نبدأ ونشوف هيعملوا ايه. يلا بينا. يلا 2 2 بقى. ماشي يلا. دلوقتي نلعب لعبة كمان من الألعاب اللي احنا بنلعبها النهاردة ونستمتع بيها. تعرفوا تلعبوا اللعبة اللي جاية دي؟ دي هتعملوا فيها ايه؟ دي هنلعب باسكت بول. هنلعب باسكت بول بس على الترامبولين. بيكون كده في حبل وبعدين بيربطونا فيه، وبعدين بقى احنا نشوط الكرة في الباسكت، ولو وقعت لا مش بنخسر، بنقوم نحاول نجيبها وعشان الحبل ده ماسكنا. حاسينها صعبة ولا حاسينها ايه؟ صعبة شوية. شوية؟ سهلة شوية يعني. بس انا كنت سهلة عليا عشان انا كنت بلعب باسكت بول. اصلا بتلعبوا باسكت؟ حد بيلعب باسكت بول هنا يعرف يلعبها؟ كلكم؟ احنا ساعات في المدرسة بنعمل تيم كده بنقعد نلعب. انا في النادي بتدرب باسكت بول. كده هتبقى سهلة عليكي شوية. طيب تعالوا دلوقتي نشوف هيعملوا ايه في اللعبة دي. يلا هتبتدوا؟ يلا 1 2 3.
هنلعب مع بعض دلوقتي لعبه تانية. تعالوا نشوف اصحابنا بيحبوا يقضوا شم النسيم مع مين. هيا لوجي، بتحبي تخرجي مع مين في شم النسيم؟ مع صحابي ومامتي وبابايا. مين اكتر واحده صاحبتك بتحبي تخرجي معاها؟ نورة. نوره. وانت يا ساره؟ بحب اخرج مع اختي واخويا وبابايا ومامتي، وبحب اخرج مع نورة. اكتر مكان بتحبي تروحيه فين في شم النسيم؟ البحر. بحر. الله. تعالوا بقى نكمل ونشوف. جمانة بتحب تخرج مع مين في شم النسيم؟ هيا جوجو. مع مامي وبابي وصحابي. مين اكتر حد من صحابك بتحبيه بتحبي تخرجي معاها؟ نورة وسارة الرجعينا. نوره وساره رجعي. طب تعالوا نشوف بقى نوره. هيا نوره، بتحبي تخرجي مع مين في شم النسيم؟ جميلة، وساعدت صحابي من برا المدرسة. طيب تعالوا دلوقتي نبتدي نشوف هنلعب ايه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. احنا كنا اتفقنا مع بعض ان احنا في شم النسيم كان المصريين القدماء هم دايما اللي بيحتفلوا، او هم اللي بداوا يحتفلوا بشم النسيم. هم كانوا بيحبوا جدا جدا فكره الزراعه، او يعني بالنسبه لهم الزراعه دي حاجه مهمه جدا. فكانوا بيحتفلوا بالزراعه وبالمحاصيل وبالزرع الجميل اللي بيطلع وقت الربيع. انتوا عارفين الفواكه اللي بتبقى موجوده في الربيع اللي بتبتدي تطلع اللي هي فاكهه الصيف يعني؟ ايه؟ فراولة. البطيخ. انتوا عارفين الفاكهه اللي اكتريتها ميه، اللي احنا نحس احنا بناكلها وبننتعش كده، صح يا لوجي؟ صح. تعرفي ايه الفواكه اللي بتبقى موجوده بتحبي ايه في الصيف الفاكهه؟ التفاح بطيخ. كانتالوب. مين بيحب الكانتالوب؟ انا. والعنب. صح. الحاجات دي كلها بتطلع دايما في الصيف وبتبتدي تظهر في فصل الربيع، وبنبتدي بقى نستمتع بيها كده وبالاكل بيها. فزي ما احنا اتفقنا مع بعض ان موسم الزراعه كان عندهم موسم مهم جدا علشان المحاصيل. فكره ان حاجه جديده بتنمو وبتكبر وبتطلع، دي حاجه بالنسبه لهم كانت مهمه. عشان كده كانوا بيحتفلوا باليوم ده بالذات، وكانوا كمان بيعملوا مظاهر احتفاليه جميله جدا. ومهم عندهم الالوان، وكانوا بيلونوا كل حاجه ومبسوطين كده زي ما احنا مبسوطين النهارده. مبسوطين ولا لا؟ مبسوطين. ها، مبسوطين ولا لا؟ مبسوطين. طب يلا بقى دلوقتي نلعب اللعبه اللي جايه. يلا. كده خلصنا مع بعض العابنا، لعبنا مع بعض العاب جميله واستمتعنا بيومنا الجميل. وطبعا زي ما احنا شايفين الجو جميل جدا جدا، ودايما في فصل ربيع الجو بيبقى جميل والسماء بتبقى صافيه، وكمان بيبقى الاشجار والورود جميله جدا. اتبسطتوا ولا لا؟ انا اتبسطت. هيا لوجي بتعملي ايه؟ يلا تعالي. ها هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا كده خلصنا اللعب بتاعتنا. اتبسطتوا ولا لا؟ اتبسطنا. اتبسطتوا قوي قوي؟ قوي. ايه اكتر لعبه عجبتكم؟ دي اكتر لعبه؟ والالعاب اللي فاتت يعني برضه دي عشان ايه؟ عشان حاسين انتوا بتعملوا مغامره فيها؟ ايوه. مين بيحب المغامره؟ انا. المغامره جميله جدا جدا. تعالي يا لوجي. لوجي جت. هاي لوجي، اخبار اللعبه ايه؟ كويسه. اتبسطتي؟ كانت صعبه ولا سهله؟ اكتر لعبه عجبتك ايه؟ دي اكتر لعبه برضو؟ طيب طبعا استمتعنا النهارده بيومنا ولعبنا مع بعض،
ودلوقتي احنا عايزين في اخر الحلقه نقول لاصحابنا اللي ما تنسوش الجروب بتاعنا، تابعونا عليه، جروب شقاوة شطار. تقدروا تتابعوا عليه حلقاتنا كمان بعد اذاعتها. احنا كده خلصنا الحلقه ودلوقتي هنقول لكل اصحابنا كل سنه وانتم طيبين، وعيد شم النسيم سعيد عليكم، ويا رب تستمتعوا بيومكم النهارده. يلا دلوقتي نقول لهم باي باي. باي باي.